لما شركة التوفاز قررت تخرج من عباية فيات وتصميماتها، قررت تنفذ أقوى عربية إنتاج روسي على الإطلاق، وهي لادا نيفا. العربية اللي اتميزت بالقوة والصلابة، وكانت بتنافس أساطير من فئتها زي جيب وغيرها من عربيات تانية SUV. وبسبب قوتها وكفاءتها في الطرق الوعرة اعتمدت بشكل سريع جدا، وتم استخدامها في الجيش الروسي، وخدت شعبية كبيرة في روسيا وكندا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط خاصة مصر، اللي برضه الجيش المصري بيستخدمها لحد النهارده كواحدة من أسطول سيارات الجيش. وده بيدل على مدى اعتمادات العربية بشكل كبير، وده طبعا في حالة الاهتمام بيها وصيانتها الدورية ومتابعتها. تم إنتاج لادا نيفا سنة 1977، وكانت بتنزل من شركة التوفاز بموديل رقم 2121. وللعلم الشركة مستمرة في إنتاجها لحد النهاردة، وبدأ إنتاجها في مصر سنة 2008 في مصنع لادا في مدينة العاشر من رمضان. وزي ما قلت لك إنها كانت أول عربية بإنتاج روسي من غير الرجوع لأي تصميم من تصميمات فيات، وده برغم إن أغلب الأجزاء الميكانيكية استمرت بالإنتاج الإيطالي، إلا إن الجسم الخارجي وتصميم القيادة والأجزاء الأمامية في نظام التعليق كانوا من تصميم الخبراء الروس. لادا نيفا جت بمواصفات مختلفة على حسب الموديل والسنة اللي انتجت فيها، فبتيجي بطول من 3 متر 700 ل 4 متر، وعرض من متر 600 لمتر 700، وارتفاع من متر 400 لمتر 500، ووزن من 1000 ل 1200 كيلو تقريبا، وتانك بنزين بسعة 45 لتر، ومعدل تسارع من 0 ل 100 في 14 أو 20 ثانية، وده على حسب الموديل. النيفا من وقت انتاجها سنة 77 ما حصلش ليها تغييرات جوهرية في شكلها أو في أي نظام ليها بشكل عام، غير تغييرات بسيطة جدا وتطور مع الوقت في الصناعة، خاصة الصناعة المصرية واللي تطابقت مع التطور الروسي، واللي طورت من قوة الجسم الخارجي وخلته معالج وغير قابل للصدى، وإضافة تكييف لكنه ضعيف نسبيا، وصدادات بلاستيك لحماية الرفارف. والأهم من كل ده تطوير الموتور، واللي كان بينزل بقوة 1600 سي سي و78 هورس باور وعزم 120 نيوتن ل 1700 سي سي بقوة 84 هورس باور وعزم 137 نيوتن. والتغييرات تانية في الفتيس اللي كان 4 سرعات وبقى 5 سرعات، والتغييرات دي حصلت بداية من السنة 93. عشان كده المرجح والأفضل ليك لو هتشتري النيفا إنك تختار الموديلات اللي من أول 93. النيفا وزي ما قلت لك ليها شعبيه كبيره لحد وقتنا ده في مصر، واماكن تانية كتير مع استمرار الطلب عليها سواء من المؤسسات او الاشخاص، وده بيرجع لمميزات موجوده مع العربيه. اول ميزه في العربيه موفره جدا للبنزين برغم حجمها، بمعدل استهلاك من 7 ل 9 لتر لكل 100 كيلو. تاني ميزه قطع غيارها واللي تعتبر منتشره ورخيصه بشكل كبير، وده بيرجع لاستمراريه انتاجها. تالت ميزه صيانتها سهله ومش مكلفه بالمقارنه بعربيات تانية كتير من نفس الفئه. رابع ميزه في العربيه مناسبه جدا جدا للطرق الوعره، وده لانها مصممه في الاساس بنظام تعليق قوي جدا يستحمل ويناسب كل الطرق. خامس ميزه ودي الاهم خاصه للشباب، فالعربيه مع اضافه التعديلات ليها شكلها بيختلف تماما، وبتتحول العربيه بشكل هجومي وشبابي، تحس كده انك راكب جيب موديل حديث، وهتديك نوع خاص من الكاريزما في اي مكان انت فيه. اما اخر ميزه سعرها، واللي يعتبر قليل جدا ومقبول للناس كتير عاوزين عربيه من الفئه الاقتصاديه او اللي حابب يجيب عربيه ويعدلها. رغم المميزات دي الا ان نيفا ليها عيوب منعت ناس كتير من اقتنائها. اول عيب، فالعربيه على الطرق العاديه ادائها غير مرضي وثباتها ضعيف، وده من بعد سرعه 60 كيلو بسبب ارتفاعها عن الارض، والبادي رول فيها سيء جدا جدا. لكن الحل موجود، وهو انك تعدل الجنط وتعرضه، في الحاله دي هتدي اتزان كبير للعربيه. تاني عيب، النيفا بتفتقد بشكل كبير للكماليات ووسائل الرفاهيه، لكن طبعا قابله للتعديل وممكن بتغييرات فيها تخليها حاجه تانية. تالت عيب، ضعف الخامات والتقفيل في بعض الموديلات. اما اخر عيب، اعاده بيعها، وده برغم انتشارها في مصر بشكل كبير مع سعرها الرخيص، الا انها بتواجه مشكله في اعاده بيعها، وده بسبب شكلها وتصميمها وباقي العيوب اللي اتكلمنا عنها. النيفا من رأيي الشخصي عربية ممتازة جدا، وده بسبب مواصفاتها اللي بتيجي مع سعرها الرخيص، واللي بيديها قيمة مقابل سعر. لكن لو هتجيب النيفا
لازم تعديلات الجنوط عشان تبقى متزنه معاك على الطريق. اما بقى لو انت شباب وبتدور على العربيه شبابيه وجذابه، فانا برشح لك العربيه دي وبقوه، لاني فعلا شفت موديلات معدله منها كانت فعلا مختلفه جدا في الشكل وهتديك نوع كده من الشبحنه. ده كان فيديو لادا نيفا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.